بص القديس يوحنا ذهبي الفم، ماشي؟ بص بيقول ايه. بص اسالك بالله، قول لي انت دي، ماشي؟ انا رحت فين؟ ما انا معاك. ماشي. في تفسير قم تدرس يعقوب مرة الانجيل يوحنا الجزء الاول، بص يا فندم، بيقول كان الله دائما مع الله. استحلفك باللي خلقني وخلقك، قول لي كم الله في الجمله. هاكد كلامك في ايه؟ في انجيل يوحنا، في البدء كان. هو بيفسر النص ده اصلا، هو بيفسر النص. ما انا بقول لك ماشي. في البدء كان الكلمه. في البدء كان الكلمه يعني ايه؟ يعني كان الابن. ماشي. في البدء كان الكلمه، والكلمه كان عند الله. ماشي. في الله. في الله. النص بيقول عند، انت يعني خليتها ازاي في يا فندم؟ النص بيقول عند الله. عند في اللغه العربيه تعني المغايره، يعني ده غير ده. وكان الكلمه الله، يعني اتنين الله، وده مش تفسيري. النص بص استحلفك بالله لا ترد، استحلفك بالله خلقني وخلقك لا ترد. قول لي الله كان دائما مع الله، لم يكن الاب قط بدون الكلمه، بل كان الله دائما مع الله. قول لي اشرح لي دي فيها كم الله؟ عارف دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ لا بالله عليك، ده مش سؤالي. بالله عليك. الله يخليك بقى، الله يخليك ما تقعدش بقى تتمسك بحاجات وعايزني انا اتجاوب فيها، اتجاوب مع حاجه ضد ايماني. ما هي ضد ايمانك، بس النص بيقول كده قدام حضرتك يا فندم. الاقتباس بتاع القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول الله دائما كان مع الله. كان دائما الله مع الله. كم الله؟ اتجاوب مع حاجه ضد ايماني.